يا ترى الست دي لما تبدل بنتها بابن الراجل الغني وتاخد الولد وتمشي، والام تكتشف ان ابنها اتغير ببنت تانية هتربيها، بس ازاي البنت هتكبر ولما تقابل الولد ايه اللي ممكن يحصل؟ الولد ده هينقذ البنت ولا مش هينقذها؟ لما البنت تبقى عيانة والام تعترف ان هي بدلت الولد بالبنت، الولد هيتحط في موقف صعب جدا. ادينا هنبتدي الحلقة ونشوف ايه اللي هيحصل. البنت دي كانت عيانة والست كانت عايزة تاخدها المستشفى، بس المستشفى مرضيوش يعالجوها عشان البنت كانت معهاش فلوس. قامت راحت خدت بنتها وراحت عند بيت ناس أغنياء وقالت الله البيت ده جميل قوي، انا لازم ابدل بنتي عشان تلاقي فرصة تتعالج احسن من كده. الولد ده غني ومعاه فلوس كتير، طب اما احط بنتي مكانه عشان الناس دي شكلها طيب وممكن تاخد بالها من بنتي، وانا هاخد الولد اربيه احسن تربية. هي الام اول ما شافت البنت قالت ايه ده، ابني راح فين؟ انا مش لاقي ابني، حد خطف ابني. راحت مكلمة البوليس على طول وقالوا احنا ابننا اتخطف. البوليس جه على طول وشاف البنت ولقى الام زعلانة جدا، قالوا لها احنا هنعمل اللي هنقدر عليه عشان نلحق ابنك. بس الام قعدت تكتب بيانات ابنها بس ما عرفتش تعمل حاجة. قالت انا لازم اربي البنت دي عشان اعرف اخد بالي منها، وجابوا لها لعب كتيرة وعملوا لها اكل حلو، والبنت كانت على طول غضبانة وكانت على طول بتشتكي من الام، والام والاب كانوا على طول متضايقين ان ازاي البنت دي مش عارفة تبقى كويسة، كل شوية تسيبهم وتروح تعيط في اوضتها، وكمان بتجيب درجات وحشة في المدرسة. الاب والام مبقوش عارفين يتصرفوا ازاي مع البنت مفيش حاجة بتعجبها وعلى طول هي متضايقة. والناحية التانية الولد اتربى مع الست التانية بس هي ما عندهاش فلوس فمش قادرة تعمل له حاجة، كل شوية ترجع البيت متضايقة، تلاقيه الولد عامل لها احلى اكل وجايب لها احلى حاجة تشربها، على بال ما يجيب لها حاجة تشربها تلاقيها خلصت الاكل كله وهو ما بيلحقش ياكل خالص. الولد بياخد الاطباق ويغسلها عشان هو متربي كويس قوي، بس هو مش عارف ازاي ارضيها. انا بجيب احسن درجات في المدرسة وبعمل كل حاجة كويسة وهي برضو مش عاجبها، انا بقيت زعلان وزهقان وتعبان. وفجأة بيقابل البنت اللي اتبدلت معاه من وهو صغير وهي كانت اخر شقاوة، بس يلاقيها وقعت، بس هو عشان هو طيب جدا بياخدها وينقذها. هي تفتكر ان هو بيسرقها وتقع تاني تعبانة، ياخدها ويجري جري على المستشفى يقول لهم الحقوها. يجوا الاب والبنت يقولوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم بنتكم وقعت وانا لحقتها. والاميات التانية لقت البنت عيانة في السرير ولقوا ان هي محتاجة حد يتبرع لها بكلية. الاب والام قالوا احنا مش عارفين نعمل ايه. ايه ده الولد ده انت ابننا اللي احنا فقدناه وهو صغير. الام التانية اعترفت لهم بالحقيقة، قالت لهم انا بنتي كانت عيانة قوي ومش عارفة تعمل حاجة. راح الاب قال لهم انا هتبرع بفلوس كتيرة عشان تتبرع بالعملية، وبرضه ما كانش نافع، كان لازم الولد يتبرع لها بحتة من جسمه وهم هتبرعوا لها بجسمهم. وانتهت النهاية السعيدة عشان الاب والام يعيشوا احلى نهاية سعيدة.